أنا كنت فاكر إن أنا اترفضت، 6 شهور مستني وما فيش حاجة، لحد ما في يوم من الأيام فتحت الفيسبوك ولقيتهم منزّلين أرقام الapplications اللي اتقبلت، والحمد لله كنت اتقبلت. في الفيديو ده هاحكي لك إزاي أنا خدت منحة الحكومة الروسية، وإزاي أنت كمان إن شاء الله تقدر تاخدها. الGPA بتاعي كان 89%، لغتي الروسية ما كانتش أحسن حاجة، ما كنتش عامل حاجات خارقة برّه الدراسة، ولكن رغم كل ده أنا برضه خدت المنحة. في الفيديو ده هاقول لك إيه هي منحة الحكومة الروسية، إزاي بيقيّموا الapplication بتاعك، وإزاي تعمل حاجات عشان تضمن إن شاء الله إنك تاخد المنحة، إيه هي الغلطات اللي أغلبية الناس بتعملها، هاقعد أشتم شوية في اليوتيوبرز اللي بيعملوا فيديوهات عن منحة الحكومة الروسية، وشوية نصايح أخيرة. أنا عارف إن كلّكم عارفين إيه هي منحة الحكومة الروسية، عشان كده أنتم جايين تتفرّجوا على الفيديو ده، ولكن خلّيني أقول إيه هي تاني بشكل سريع. منحة الحكومة الروسية هي منحة لكل المراحل بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، لكل التخصصات، طِب، هندسة، تعدين، عمارة، صيدلة، لكل الأعمار، يعني لو أنت عندك 18 سنة ممكن تقدّم، لو أنت عندك 40 سنة ممكن تقدّم. المنحة بتغطي تكاليف الدراسة وتكاليف السكن وبيدّوك مصروف شهري، المصروف الشهري ده مش ثابت ولكن بيعتمد على الجامعة وبيعتمد على المرحلة. البكالوريوس في الأغلب بياخدوا لحد 4، 5000 روبل، الماجستير بياخدوا لحد 10، 11,000 روبل، والدكتوراه ما عنديش معلومة مؤكدة ولكن أعتقد بياخدوا أكتر من 15,000 روبل. طيب أنا إزاي اتقبلت في منحة الحكومة الروسية؟ أنا قدّمت في الوقت ده السنة اللي فاتت حوالي آخر شهر 11 أول شهر 12، والموضوع خَد منّي بتاع 3 أسابيع عشان بس أعمل submission للapplication بتاعي. ليه؟ لإن هُم بيطلبوا منّك إنّك ترفع الورق بطريقة معيّنة، بيطلبوا منّك إنّك تscan الورق، بيطلبوا منّك إنّك تمضي الورق بطريقة معيّنة، بيطلبوا منّك إنّك تكتب التواريخ مثلًا بطريقة معيّنة، ففضلت أروح وآجي معاهم، يعني أبعت لهم ويقولوا لي لأ، الورقة دي محتاجة تتعدل، الورقة دي مش باينة، فأنت امشي وراهم زي ما يقولوا لك وإن شاء الله ورقك هيتقبل. والنصيحة اللي أقدر أقدّمها هنا إنّك ما تستناش لحد الdeadline وتقدّم قبلها بيومين، لأ، قدّم من دلوقتي، أول ما تشوف الفيديو افتح الموقع وابدأ قدّم من دلوقتي. بعد ما قدّمت بشهرين 3 بعتوا لي إيميل إن أنا عندي interview، دخلت الinterview وعايز أتكلّم عن الinterview بشكل سريع. الinterview مش لكل الناس ومش لكل الدول، الinterview في الأغلب لو أنت عامل حاجة أعلى من البكالوريوس يعني ماجستير أو دكتوراه، وفي الأغلب بيكون لمصر، في دول تانية ما بيطلبوش منهم interview. الinterview بيكون بسيط، بيكون بالإنجليزي أو بالروسي، بيسألوك أسئلة بسيطة يعني الinterview كامل ما بياخدش أكتر من 10 دقايق، أنت عاوز تدرس هنا ليه؟ كلمنا شوية عن نفسك، التخصص اللي أنت عاوز تدرس فيه، إيه معلوماتك عن روسيا، الحاجات دي ممكن تجهزها بشكل بسيط، حتى لو الروسي بتاعك مش أحسن حاجة ممكن تقعد تحفظ جمل بس إنك تخش تقدر تقولها في الinterview. طبعًا لو اتكلمت بالروسي في الinterview هيكون أحسن ليك من إنك تتكلم بالإنجليزي، ولكن أعتقد لو اتكلمت بالإنجليزي مش هيضر فرصك يعني. بعد ما عملت interview بيومين 3 لقيتهم باعتين لي إيميل تاني بيقولوا لي إنك عندك interview كمان يومين، فأنا رُحت سألت بعض الناس اللي كانوا مقدمين معايا هم بعتوا لكم نفس الإيميل؟ قالوا لي لأ، فأنا قلقت شوية عشان ما اخبيش عليكم، ولكن دخلت الinterview التاني وقُلت لهم في الأول إن أنا عملت already interview من يومين، فإيه اللي حصل؟ فراحوا بصّوا على رقم الapplication بتاعي قالوا لي أنت عملت interview وراحوا قافلين في وشي، فأنا ساعتها كنت يعني قلقان شوية، ولكن الحمد لله اتطمنت لمّا لقيتهم رفعوا النتيجة على الpost بتاع الفيسبوك ورقم الapplication بتاعي كان موجود. نتكلم في الجد شوية، إزاي هُم بيقيّموا الapplication بتاعك وإزاي أنت إن شاء الله تتقبل؟ طيب المنحة عبارة عن مسابقة بين اللي بيتقدموا من نفس البلد، بياخدوا أعلى 150 أو أعلى 200 واحد بطريقة درجات هُم بيقسّموه، بيقسّموا الدرجات دي إزاي؟ بيقسّموا الدرجات دي بناءً على حاجتين أو 3 على حسب المرحلة اللي أنت مقدّم عليها، يعني لو أنت مقدّم على بكالوريوس هيقيّموك على درجاتك في المدرسة والحاجات اللي بتعملها برّه الدراسة، إيه هي الحاجات اللي بتعملها برّه الدراسة؟ حاجات زي تطوع، حاجات زي الrecommendation letter ودي حاجة مهمة، أنت ممكن تكلم الجامعة اللي أنت عاوز تتقدم عليها وتقول لهم إن أنا عاوز خطاب توصية إن أنا أدرس عندكم في منحة الحكومة الروسية، لو ادوها لك هيعلّي من الapplication بتاعك جدًا. حاجة كمان هي مسابقات الكورة أو مسابقات علمية أنت دخلت فيها أو اشتركت فيها. فلو أنت داخل على البكالوريوس درجاتك في المدرسة هيبقى عليها 80% من مجموعك والحاجات اللي بتعملها برّه بيبقى عليها 20% من مجموعك. أنا لمّا قدّمت على البكالوريوس وهي موضوع مختلف إنك درجاتك في المدرسة بيبقى عليها 60%، الحاجات اللي بتعملها برّه عليها 30% والinterview عليه 10%. يعني أنا جِبت في الinterview مثلًا 90%. فال90% دي ما راحتش معايا، ال90% دي اتضربت في 10% وبقى عندي 9، 9 زائد الGPA بتاعي اللي هو كان 90% ضربوه في 60% وبعدين حطّوه، وبعدين الportfolio بتاعي أو الحاجات اللي عملتها برّه المدرسة، أنا كنت واخد recommendation letter، كنت كسبان أولمبياد في الجامعة، وكنت بالعب كورة وكان عندي شهادات من الكورة، نازل موسيقى حزينة على الكورة. فال3 دول مع بعض جمّعوهم مع بعض وحطّوهم في المعادلة دي، وبعدين طلع لي درجة، الدرجة دي رتّبتني وسط كل الناس اللي مقدّمين على ماجستير، وأنا كنت من أعلى الناس، أعلى 100 أعلى 200 وعشان كده أنا اتّاخدت في المنحة.
هي دي الطريقة إزاي بيقبلوا الناس. الموضوع عامل زي التنسيق، أعلى شوية بيدخلوا والأقل ما بيدخلش. فلو واحد كان جايب 60% في أول سنة المنحة تفتح واتاخد، مش عشان هم بياخدوا من 60%، لأ، عشان هو كان من أعلى الناس. فإحنا دلوقتي بقينا أكتر، فاللي جايب 60% ما أعتقدش إن فرصه هتبقى عالية، ولكن اللي جايب 70، 80، 90، 100، كل ما تكون أعلى كل ما فرصك إنها بتكون أعلى. ما أقدرش أقول لك أنت لو جايب كام تتقبل، تاني هو الموضوع بيتوقف بناءً عليك وبناءً على الناس اللي معاك. فإحنا كلّنا تاني في مسابقة، وأعلى ناس هي اللي بتتاخد. منحة الحكومة الروسية بقى بيقولوا إنها سهلة ليه؟ لإن هي بتاخد عدد كبير، بس تاني لو عدد كبير متقدّم، هياخدوا عدد كبير من عدد كبير أوي. فلو في أول سنة خدوا مثلًا 80% من الناس اللي كانت مقدّمة، عشان كان اللي مقدّمين مثلًا 100 وهُم كانوا محتاجين 80، دلوقتي هُم محتاجين برضه نفس ال80 بس اللي مقدّم 1000، ففي ناس كتير أوي هتترفض. فأول سنة اترفض 20، تاني سنة مثلًا هيبقى اترفض 820 أو 880. فاهم الفكرة؟ فكل بلد بيبقى ليها كوتا، عدد معيّن من الناس اللي تتقبل من البلد دي. إن شاء الله تكون الفكرة وصلت. طيب أنت إزاي بقى تعلّي فرصك إنك تتقبل؟ لو أنت في بكالوريوس، في الأغلب هتاخد في الحاجات اللي برّه المدرسة صفر، مش عشان أنت وِحِش، ولكن عشان الشهادات اللي بتكون جايبها من مصر ما بيكونش مُعترف بيها في المنحة. فلمّا ييجي لك صفر إن شاء الله في البتاعة دي، ما تقلقش، اعرف إن أغلبية الناس جالهم نفس الصفر. إزاي بقى تخلّي نفسك ما تجيبش صفر؟ بإنك تطلب خطاب توصية من الجامعة، تقول لهم أنا عاوز أدرس عندكم في منحة الحكومة الروسية، ممكن تبعتوا لي خطاب توصية. جرّب جامعات كتير على قد ما تقدر، والجامعة اللي تاخد منها خطاب توصية حُطّها الرانك الأول عندك وأنت بتختار الجامعات، وبكده أنت هتقدر تاخد شوية من ال20% اللي على الحاجات اللي برّه الدراسة. الموضوع ده معقّد شوية، أنا حاولت أشرحه على قد ما أقدر. لو في حد عنده فكرة أبسط يشرح بيها الموضوع ده، يا ريت يسيبها في الكومنتات. طيب إيه هي الحاجات اللي أنت ممكن تعملها تضيّع منّك المنحة؟ إنّك ما تبعتش الورق مضبوط، إنّك ما تبعتش الورق بترجمته المضبوطة، إنّك ما تسكانش الورق صح، إنّك ما تتّبعش التعليمات اللي هم طالبينها. فأنت اسمع اللي هم بيقولوا لك عليه وطبّقه. الموضوع بسيط، هم ما بيبقوش طالبين ورق كتير، ولا طالبين امتحان إنجليزي، ولا طالبين مثلًا شهادات معيّنة. كل اللي طالبينه منّك بيكون الباسبور، وبيكون أي ورق تاني هم طالبينه منّك، كلّها حاجات سهلة إنّك تطلّعها. فأنت برضه محتاج تطلّع باسبور وتترجمه، يكون أحسن. لو ما ترجمتوش في المرحلة الأولى الموضوع مش مشكلة كبيرة، ولكن تسمع اللي هم عاوزين يقولوا. ولمّا تعمل submission تفضل تتابع الapplication بتاعك، وتفضل تتابع الإيميل، لإن هم في الأغلب هيقولوا لك إن الورقة دي مش مضبوطة، الورقة دي مش متصوّرة كويس، اعمل الورقة دي scan تاني. فأنت اسمع الكلام عشان تعمل بس submission للapplication وتقدّم على المنحة. البتاعة دي فاضية على فكرة. طيب أنت رايح تقدّم على منحة، معنى منحة إنك رايح تدرس ببلاش على حساب حد تاني، عشان أنت شخص عندك حاجة، مثابر، ناجح، ذكي، حليوة يا سيدي، أي حاجة. فأنت عشان تاخد المنحة دي تاني معناها إنك شخص مختلف، شخص كويس. فما ينفعش تكون شخص كويس أو شخص ناجح أو شخص مثابر أو شخص عنده أي حاجة، وتروح تدفع لواحد فلوس عشان بس يكتب لك اسمك ويرفع لك الباسبور بتاعك ويعمل لك حاجات أي واحد مش هياخد منحة سهل إن هو يعملها. أو إنك تروح تدفع لواحد بقى رشوة صريحة عشان بس يجيب لك المنحة. ما أعرفش الموضوع ده شغال والّا لأ، بس أنا باشوف ناس بيطلبوا فلوس، أو بيقول لك إن أنا هاجيب لك المنحة لو دفعت لي الفلوس دي. أول حاجة لو أنت رُحت دفعت فلوس لحد عشان يجيب لك المنحة فده حرام، ما تعملش كده، حرام ووِحِش وما تعملوش. تاني حاجة لو أنت رُحت دفعت لحد فلوس في خدمة أنت تقدر تعملها لنفسك، ده اسمه على أقل واجب تبذير. أنا شايفه إن حد بيستعبطك، حد شايفك أهبل، حد شايفك غير قادر إنك تعمل لنفسك الأساسيات، فبيضحك عليك. هو الصراحة ما بيضحكش عليك، هو بيقول لك أنا هاعمل لك كذا، كذا، هو ما بيكدبش عليك. فأنت خلّيك ذكي، خلّيك خايف على فلوسك يا أخي، وما تعملش كده، ما تخلّيش حد يروح يعمل لك حاجة أنت قادر تعملها ببساطة. تاني حاجة الناس اللي بتعمل فيديوهات على منحة الحكومة الروسية على اليوتيوب. قولوا المعلومات يا جماعة في 10 دقايق وخلاص واقفلوا الفيديو. مش لازم تقعد تهري 30 دقيقة والّا 50 دقيقة في نفس الحاجة، مش لازم تقعد تعمل 40 فيديو عن نفس الحاجة وتقول نفس الكلام. عندك update يا عم قُل الupdate، ما عندكش update ما تقولش. مش لازم نعمل فيديوهات، الفيديوهات مملة جدًا، جدًا. أنا عارف إن ده غالبًا برضه هيبقى فيديو ممل، بس على الأقل هيبقى واحد مش هيبقوا 20 واحد، ماشي؟ وبعدين هتلاقي من شهر واحد أو شهر 2 ناس عمّالة فيديوهات فاتحين بُقّهم في الthumbnail وعاملين كده، وأخيرًا منحة الحكومة الروسية ظهرت. ما ظهرتش، النتيجة ما بتظهرش ولا في 1 ولا في 2 ولا في 3 ولا في 4، النتيجة بتظهر في مايو. فأنت بعد ما هتقدّم، اقطع نفسك بقى عن كل حاجة، بس تابع الapplication بتاعك وتابع الmail. ما تتابعنيش أنا حتى لو هاتكلم عن منحة الحكومة الروسية تاني، واستنى هم يقولوا لك إيه واتّبع الخطوات. ما تفضلش شاغل نفسك بقى هتظهر النهارده، هتظهر بكرة، الدول التانية ظهرت، أنا ما ظهرتش. في دول بتظهر من يناير، في دول بتظهر من فبراير، في دول بتظهر من مارس، مصر في العموم بتظهر مايو. فأنا مش عاوز أهاجم حد بشخصه ولا عاوز أعمل مشاكل، ولكن بس أنا كان الموضوع ده بيعصّبني وأنا باقدّم،
حبيت أنقل عصبيتي يعني، خلاص بقى ما أنت عرفت إنها فاضية. الحاجة اللي بعد كده هي إن أنا ما كنتش تاني أحسن واحد، ما كانش عندي أعلى GPA، الروسي بتاعي ما كانش أحسن حاجة، ما كنتش عامل حاجات خارقة برّه الدراسة، ولكن بالدعاء، بالصبر، بالتوكل على الله، الحمد لله المنحة جات لي وكانت حاجة مهمة في حياتي، وثبّتتني حطّتني على أرض صلبة، وبادرس ببلاش الحمد لله، وباخد فلوس، وحاسس إن أنا عملت نوع من الإنجاز في حياتي. فأنت بس ادعي ربنا واعمل اللي عليك وخُد بالأسباب، ولمّا إن شاء الله تتقبل هتبقى فرحان، ولو لا قدّر الله ما اتقبلتش على الأقل هتكون عارف إنك عملت اللي عليك. ده كان كل اللي عندي، اعمل subscribe لو الفيديو عجبك، واستنوني هاعمل لكم 20 فيديو تاني عن منح الحكومة الروسية هاقول فيهم نفس الكلام بالضبط، مش هاغيّر أي حاجة. سلام عليكم.